طيب خلينا نتكلم على المريض اكتر يا دكتور. تمام. يعني لو المريض هو واخدها هو بيمشي بالموضوع طبعا ده، طبعا. طب يعرف منين اذا كانت شغاله ولا باظت؟ بص حضرتك، بيعرف شغاله هي شغاله او باصت ديت بحسب هو اوريدي اصلا عيان عارف من ساعه ما عمل الوصله الشرنيه بتاعته ان لها ثريل او زنه معينه. لو حصل ان الزنه ديت كفاءتها قلت او ضعفت، المفروض ان هو يتنبه ان هي بدات تحصل فيها مشكله. طيب ايه تاني ممكن عندي يكون؟ لو انا مثلا وهو على الجلسه بيلاحظ ان حاجه اسمها البريشر او الوريد الفين اللي هو راجع، بدا البريشر عنده يعلى، ضغط المكنه بيعلى في الراجع، يبقى انا عندي كده مشكله في انسداد في الوصله بعد مستوى الابره نتيجه التليف. طب لو انا حصل ان المكنه بتحصل، انا بتكلم لغه سهله شويه، لو حصل المكنه بتشفط، يعني ايه بتشفط؟ ان الوريد لما بيجي يسحب الدم من جسم المريض بيحصل سكشن، المكنه بتتهز. ليه؟ لان معدل الدم اللي داخل للمكنه اقل كتير جدا او من المعدل الطبيعي، فيبقى عندنا مشكله في مكان دخول الدم للمكنه. تمام. ساعات بيحصل تجلطات. طبعا.